أحداث حصلت منذ 1400 سنة، ما علاقتنا نحن بها؟ يأتون أناس ليثأروا من أهل الشام على حدث تاريخي حصل قبل 1400 سنة. أي عقل هذا؟ أي منطق؟ شو علاقتنا بالموضوع؟ ما لنا علاقة، مو نحن قتلنا الناس، ما نعرف. للحظة نسي السيد الجولاني أنه أصبح رجل دولة ويريد التحدث بلغة رجل الدولة، وتحدث بلغة زعيم النصرة، وهو خطاب طائفي تكفيري مشابه لما تتحدث به باقي الحركات النظيرة مثل القاعدة وداعش والتي مر بها السيد الجولاني كلها تقريبا. واضح أن التغيير هو في الشكل فقط وليس في المضمون. وإلا هل سمعتم أن جهة ما شيعية، هو يتحدث عن الشيعة هنا، ذهبت إلى الشام لتنتقم من أهل الشام لسبب تاريخي؟ بالعكس، هي هذه الحركات هي التي نشأت أساسا على خط يعود إلى منهج يعود إلى قبل 1400 سنة، منهج الدولة الأموية الذي قام على أساس معاداة أهل البيت ومحاربة أهل البيت ومحاربة الإسلام الحقيقي. وقدموا إسلاما مشوها، إسلام ولاته سكارى يصلون سكارى، وإسلام يعتمد على أحاديث وضعها كتاب يهود، كتب يهود شوهوا فيها صورة الإسلام الحقيقي. هذا هو صلب عقيدة والمبدأ الذي تقوم عليه هذه الحركات التكفيرية. مؤسف جدا أن يعود السيد الجولاني إلى هذا المنطق، وهو الذي يتحدث عن إدارة دولة ويقول نحن اليوم رجال دولة، سوريا دولة مجاورة لنا، وهكذا خطابات وهكذا نفس إذا سيطر على الحكم سيكون بالتأكيد مصدر قلق ومصدر أذى للدول الجاورة ومنها الدولة العراقية. شيء مقلق حقيقة إذا كان السيد الجولاني يريد العمل بنفس هذا المنطق وبنفس النفس الطائفي الذي عمل به على مدى تنقلاته بين الحركات الإرهابية. كيف سينسجم مع منطق الدولة الذي يريد؟ في العراق نريد أن تكون هناك دولة مستقرة الأمن فيها مستتب من مصلحتنا، على حدودنا 635 كيلومتر، لكن هكذا خطابات تبعث على القلق، وهي جواب على كل الذين يقولون أنه ما شأنكم وما يجري في سوريا، سوريا دولة مجاورة لنا، وهكذا خطابات وهكذا نفس إذا سيطر على الحكم سيكون بالتأكيد مصدر قلق ومصدر أذى.